ام ملك، حاضر. ملك قلبها وروحها. قولي يا ام ملك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي صحة سعادتك يا فندم؟ ربنا يسترك. الله يخليك. ملك عندها كام سنه؟ ملك تفسر على حاجه. ملك عندها كام سنه؟ نعم. ملك عندها كام سنه؟ لا دي ملك حفيدتي عندها سنة ونص. يختي عليها، ربي يبارك. اقول ام ملك لانه بحبها قوي. ربنا يبارك يا رب. الله يبارك لك يا رب. وامريني سعادتك بس على الرؤى اللي بتتفسر يعني بالظبط تقريبا يعني بالحرف. دي حاجه. الحاجه الثانيه يعني تشوفي حاجه والحاجه دي تتحقق بالحرف. ايوه. والاحساس برضو يعني في احساس بيجي لما بحسه بحاجه بتحصل. انت ساكنه فين؟ انا ساكنه في القاهره يا فندم. فين منطقه فيها؟ في منطقه ميدان الجيش. ميدان الجيش. الله الله. فيعني حلوه ميدان الجيش. اولا هل هو ده يعني يبقى ايه؟ ونفس الوقت بتحصل لي حاجات من اشخاص ما بعرفش اكرههم، ما بعرفش اكره. يعني وبتجنبهم بس ما بعرفش اكره. يعني هم يستاهلون، يعني عمايلهم تستاهل الواحد يكرههم، بس انا ما بعرفش اكره. ممتاز. بس فيعني يعني ايه هو ده؟ حاضر. ربنا يخليك. انا الله يسترك. انا اعشم يا جدة. نعم. ان حضرتك يعني تكتر من برامج سعادتك، لان الواحد بيستفاد بيها كتير كتير كتير، وانا قاعده بسمعك عن الميراث. ده شرف ليا. الله يسترك يا رب، ينفع بكل ما اقول. هي المساله بس مساله لو كل واحد يرضى باللي هو ربنا قسم له بيه. ايوه. الدنيا كلها هتبقى حلوه. اكيد. بشكرك. انا اتعشم يا جدة ملك ان تكون رؤياك التي تتحقق بالضبط دليلا على اكرام الله لك، وبالذات لما قلت لي ان انا ما اعرفش اكره حد. ده فايل، وهقول لك بعد كده فايل تاني، اوعي تزعلي لما اقوله. يعني ممكن جدا يكون صدرنا ده فيه كل تقى وفيه كل نور، وبالتالي اللي احنا نشوفه مش اللي احنا نشوفه ده، انت تحسي على بعد. لان انا عملت بحث زمان قوي في الموضوع ده، مش في الرؤى والمنامات، لا. انا ليا كتاب اسمه تفسير اليقظه المنام. اليقظه عايزين نفسرها، مش المنام اللي نفسره. لكن ممكن او انا قلت بان كل السواد لما يروح عن صدر البني ادم بيدخلوا نور من ربنا، فالحجب كلها بتتكشف. يعني بدل ما فيش رين هنا وضباب وكآبة، هتلاقي الدنيا كلها مفتوحة. فممكن تشوفي وانت هنا اللي ورا البحار، اللي ورا الحدود. دي مواهب انا فسرت بيها كلمة سيدنا عمر المشهورة طبعا رضي الله عنه، وهو واقف على المنبر، وسارية سيدنا ومولانا طبعا ابن حصن بينه وبينه مسافات، وكان عمر بيخطب فقال يا سارية. الناس اللي موجودين في المدينة ما فهمش سارية، ده بيتكلم قائد جيش بينه وبينه 800 ألف كيلو ولا حاجة، مسافة بعيدة جدا. الجبل. أنا قلت شافه، لأن ما كانش عند عمر جدر من الضلمة. ومن قبله خبيب بن عدي وهم بيقتلوه غدرا الكفرة في مكة، قال السلام عليك يا رسول الله، اللهم اشهد بأننا بلغنا رسالة نبيك. في نفس اللحظة النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتكلم مع الناس، قطع كلامه وعمل كده، وعليك السلام خبيب قتلته قريش. الكلام ده ما جابوش بريد على جناح يمامة، ولكن ما فيش حجب، ما فيش سواد، فممكن جدا نشوف. نيجي نشتغل بالعيال بقى زي الراجل اللي هو حنظلة، يقول النبي انا لما اكون معاك بحب الاخره والموت، ولما اروح للعيال اقول ايه ده حبيبي موسى، بيبقى سواد الدنيا، ولا عايز اموت ولا الاخره دي محببه الي.
فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له الكلمه الجميله، وبعد ما قال هلك حنظله قال له انت فكر انكم كلكم، مش انت بس، انكم كلكم هتبقوا دايما في الحاله اللي بتبقوا فيها معايا على طول، انما هي ساعه وساعه، دي طبيعه الدنيا. هم عند النبي بيحبوا الاخره والموت ليه؟ لان مفيش هنا انت قاعد مع النبي، يعني عليه الصلاه والسلام قعدتك في حد ذاتها عباده وممتثل للامر ومستعد تعمل كل حاجه، واللي بيكلمك مش بتاع كتاب اصفر وروايه مغشوشه وعقل مضروب، اللي بيكلمك مصطفى المختار اللي ربنا اختاره ونقاه ورباه على عينه. فانت شوف بالذات كنت هشوف المتجوزين مثلا، لو واحد متجوز واحده بيحبها مش بيحبها، بيحبها وهي بتحبه، مش بتحبه، بتحبه. احلف يمين الله يبقوا قاعدين على السرير وشايفين الكون والمجرات اللي في السماء، لان مفيش سواد هنا، مفيش. هي مش بتحبه بقى، هي المره دي بتهبه، وهو برضه بيدعي انه بيهبها، فيهبوا ببعض يولعوا نار، النار دي تنعكس بدخانها وسوادها في قلوبهم، ما يشوفوش حاجه ابدا، ما يشوفوش الا الطلاق والغضب، ويخبطها بالمج وتخبطه بالورده ويقول لها يا تافهه بتخبطيني بالورده، ما انت شايفه حجر، عايز يخلص منها، عايز اي حد يقتله. السواد يحجب النور، وصفاء القلب يشيل الحجب. مبروك، عطيه، لازم نحفظ ده. حاجه تانية بقى، ان الرؤى قد تتحقق ولا فيه بياض ولا فيه اي حاجه. هو الكافر فرعون ابو اللعنه كلها شاف في المنام ان نهايته هتيجي على ايد ولد من بني اسرائيل، وقد كان وتحققت وهو كافر وقال انا ربكم الاعلى. طب اخرج بايه يا جدة ملك؟ بكلمه الامام مالك صاحب المذهب عالم المدينه، اللي جاله واحد وهو قاعد في الدرس والطلبه قدامه جايين من بلاد، وقال له انا جاي لك، شفت النبي عليه الصلاه والسلام في المنام. قال له خير عليه الصلاه والسلام. قال لي يا واد يا محروس اركب وشق الجبال والبحار وسافر، ما تاخدش العلم الا من حبيبي ووريثي في العلم مالك ابن انس. قال له يا سلام، النبي عليه الصلاه والسلام قال لك كده؟ قال له ايوه. قال له الرؤيا تسر ولا تغر. اقعد خد مكانك في الدرس واقرا واكتب وريني، مش بقى هي يلا بينا احنا شفنا النبي في المنام، الله تيكي تيكي تيك تكاتوك تكاتيك. ده اللي ضيع الدنيا في داهيه وضيعها من ايدينا، وهيفضل لسان حالنا يلح علينا ويقول لنا لا عربيه كيا وسواق، لا. طب عربيه كارو وسواق بتقول يا منى؟ طب عربيه اف اوكسي ماينس 1 ما فيش عربيه اسمها كده؟ لا. طب حمار عافي؟ لا. طب نعجه نركبها؟ لا. كله لا لما نموت ونطل. فاطمه وهيام وبسرعه، يلا يا فاطمه بسرعه. الو يا فاطمه، تبقى هيام اللي معانا. الو الو، الاتنين ما بيردوش. طيب يبقى الرؤيا تسر ولا تغر. في ياما ناس عايشه على الرؤى على فكره، دي بنقول لها فوقي واصحي. الدين دين اليقظه. حتى انا النهارده سئلت في هذا الموضوع في جامع الشيخ غراب، وواحد بيقول لي انه واحده ست بتقول ان ابنها الله يرحمه مات، وجالها في المنام وقال لها يا ماما هاتي لي جلابيه، فقالت له هتعمل بيها عمره؟ قال لها ايوه يا ماما. فبتسالني هل انا اعمل عنه عمره؟ قلت لها لا، ما ناخدش ديننا من المنامات. وفكرتها وفكرت عموم المصلين في كبر القبه، حبيبتي كبر القبه والحدائق طبعا. اشتغلت وانا عيل صغير هناك في مدرسه الايمان الخاصه، وكنت مدرس ناجح جدا وانا طالب لسه في الجامعه.
فدي منطقتي بقى اللي قضيت فيها صبايا ولا شبابي ولا معرفش ايه، كنت 17 سنة. المهم قلت لهم إجماع علماء الأمة على إن لو النبي جالك عليه الصلاة والسلام في المنام، النبي عليه الصلاة والسلام جالك في المنام وقال لك روح اعمل عمرة، شوف أنا بعمل إزاي عشان تنتبهوا، تقول الله يا حلاوة أنا شفت النبي يا أولاد، من رآني في المنام فقد رآني عليه الصلاة والسلام، زي الفل. لكن ما تعملش عمرة. ده قال لي لا عبرة بالكلام، اللي ما يعرفش الكلام ده يتوه بلد، يتوه أمة. أنا أعرفه فين؟ في فيض القدير قبل الآخر ب3 أسطر. وبحسن الوعظ تمتلك القلوب وسخر الطبع من لين يذوب، فقل للمسرفين ألا رجعتم فإن الله